في ليلة مقمرة قبل أسبوع من زفافها، تسللت خادمة ليلى الوفية إلى غرفتها وأعطتها لفافة صغيرة. فتحتها ليلى بيدين مرتعشتين. كانت لوحة، بورتريه لوجهها لم يرسمه أحد من قبل. لم يرسم عمر جمالها الخارجي، بل رسم روحها الحالمة، عينيها اللتين تحملان الشوق والتمرد، وابتسامتها التي لم يرها سواه. كانت تحفة فنية تلخص كل حبهم المسروق. تحت اللوحة كانت هناك ورقة صغيرة كتب عليها بضع كلمات بخط يده: سأرسمك في كل لوحاتي حتى لو لم أرك مرة أخرى، كوني بخير، عمر. فهمت ليلى تضحيته، لقد رحل. تزوجت ليلى من نبيل وعاشت حياتها المرسومة لها، لكن في كل ليلة كانت تفتح خزانة سرية في غرفتها وتنظر إلى ذلك البورتريه، تتذكر همسات حبهما في أزقة الياسمين، ذلك الحب الممنوع الذي بقي خالداً على